عمرك ما هتتطور في كرة القدم الا لما تطور عقليتك، وعشان تطور عقليتك فانت لازم تلتزم بالثلاث حاجات اللي انا هقولهم لك دلوقتي. رقم واحد وهي اهم حاجه ان انت لازم تتحمل المسؤوليه. مش معنى ان انت مستواك بقى ضعيف فانت تلوم الاخرين ان هم واخدين مكانك وبقى بيلعبوا مركزك. اشتغل على نفسك وتحمل المسؤوليه عشان تقدر تواجه الناس اللي بتلعب في المركز بتاعك. رقم اتنين تحمل المسؤوليه. عشان تبقى لعيب كوره ناجح فانت هتضحي ببعض الحاجات، هتضحي بخروجات، هتضحي باصحاب، هتضحي بمواعيد، هتضحي باوقات انت كنت تتمنى ان انت تبقى مبسوط فيها. كل الكلام اللي انت هتضحي بيه ده في سبيل ان انت تبقى لعيب كوره، فالاوقات اللي انت هتضحي بيها دي يا ريت تغتنمها في حاجات مفيده ليك. رقم ثلاثة خلي عندك طموح وما تيأس. لو الدنيا ما ظبطتش معاك في نادي روح نادي تاني، لو الدنيا ما ظبطتش معاك في نادي تاني روح نادي تالت. اعرف كل حاجه ايه الاخطاء اللي انت بتقع فيها. لو انت عندك مشكله في حاجه حاول تطورها، لو عندك مشكله مع المدرب حاول تتكلم معاه، عندك مشكله في الملعب اعرف ايه العيب اللي موجود عندك في الملعب وحاول تشتغل عليه. بجد حاول تشتغل على الثلاث حاجات اللي انا قلتهم لك دول وهتلاقي نفسك في مكان تاني.